سهلا يا عزيزتي الفاضلة، سؤال جميل وعميق. عزيزتي الفاضلة، الفرق أن الروح ما راح تنادي، الروح تفرض وجودها، راح تشعري بها أو ممكن أنك تشوفي ظلال أبيض تفرض وجودها. أما التواصل من مدارات أخرى دائما يكون بطاقة المنادات بالاسم، وحتى أن الصوت يكون صوت همس، ما يكون صوت عالي جدا، يكون صوت همس. ودائما التواصل من الروح تسبقه إما رائحة طيبة جدا أو الشعور بطاقة برد، نسمة باردة، يعني وأنت جالسة تشعري فجأة أنه في نسمة باردة. طبعا أنا أتكلم مع الأشخاص اللي عندهم طاقة روحانية عالية وعندهم هذا التواصل، مش كل الأشخاص. فأنا أتمنى أنه ندرك هذه الفروقات، لأنه لكل طاقة في مدار معين، سواء كانت مدار البرزخ، المدار الروحاني، أو كانت من مدارات أخرى. وذكرت كثير عن هذا الموضوع في اليوتيوب، حلقات كثيرة من قبل سنة أو سنتين موجودين باليوتيوب، أنه تواصل اللي يحدث من مدارات أخرى دائما يكون بطاقة التخاطر، ولكنها طاقة قوية، طاقة مسموعة، وفيها منادات وفيها معلومات. هناك علامات كثيرة نحن نراها في التجربة الأرضية ونصادفها بالتجربة الأرضية، ولكن نحن لا نعلم ما هو التفسير الجوهري لهذا الأمر. والأمور الغامضة، الأمور التي لا تفسر، دائما تركن على الرف، لا نجتهد في معرفة لماذا. والكثير ممن يعلمون الإجابات لا يرغبون أن ينشروا هذه الأمور. أعزائي، أحيانا نصادف أشخاص هم في عز الحر، الجو حار جدا، شمس وحر، ويعانون من الرطوبة، يعانون من الحرارة الشديدة، الجو المناخ حار، ولكن دائما يشعرون بطاقة فيها برد، فجأة يشعرون بالبرد. فنلاحظ هذول الأشخاص حتى بالبيت دائما هم محاطين بالبطانيات، أو عندهم وشاح معين، أو عندهم أعزكم الله يلبسوا الدواليغ أو يلبسوا الجوراب، دائما عندهم طاقة تدفئة. وكثير من الأشخاص ممكن تتواصل معهم إنه الجو حار، أنت ليه لابس بهذه الطريقة؟ والله أشعر بالبرد. طب كيف تشعر بالبرد والجو حار؟ وما يكون هذا الأمر مصاحب إلى حالة صحية مرضية أبدا، ولكن هو يشعر بطاقة البرودة المفاجئة التي تزوره. فدائما نشوفهم هم متحصنين، يلبسوا ملابس فيها تحصين، حتى في عز الحر هم عندهم طاقة التحصين. هذه إشارة واضحة إلى الطاقة الروحية عالية جدا ويستطيعون التواصل. قبل فترة تقريبا 4 أشهر تواصلت معي أحد المتابعات الكريمات، لأنها مش لاقية تفسير لهذا الموضوع، أنه ابنتها وعمرها 14 سنة فجأة تشعر بالبرد في عز الصيف، الجو حار، الكل يشعر بالحر اللي هي تشعر بالبرد. حتى بالمدرسة بالفصل تطلب من المدرسة أنه تغلق التكييف لأنها تشعر بالبرد، أو تأخذ معها جاكيت، تأخذ معها شيء للحماية من البرد، مع أنه الجو حار. وبعد أن استشارت كثير من الأطباء وفحوصات طبية وفحوصات دم وفحوصات لكثير من الأعضاء حتى تتأكد من سلامة هذه الابنة، انتهى بها المطاف بأنه لا يوجد تفسير، البنت سليمة، ماكو مشكلة صحية. فتواصلت معي فأخبرتها: هل ابنتك تحمل طاقة 7 في الميلاد؟ أشوف 7. فأخبرتني نعم، عندها 7 في الميلاد، بأول يوم بتاريخ الميلاد وأيضا بالشهر. فأخبرتها: الطاقة الإسمية اللي تحملها ابنتك فيها شيء نور، نور. أخبرتني نعم. لا عزيزتي الفاضلة، هذا أمر طبيعي لطاقة اسمها وأرقام ميلادها أن تشعر بذلك. هناك طاقات اسمية عندما ترافق أرقام ميلادية معينة تشعر بهذا الشعور، وهذا بسبب أنه طاقة الحدس عندها عالية، تشعر بالأمور. تواصلت مع البنت وأخبرتها ما هو آخر حلم كان لشخص قريب انتقل إلى عالم الروح. فأخبرتني أنه جدتها، تواصلت معها الجدة في المنام وأخبرتها: أقيموا الوزن بالقسط. فأنا أخبرت هذه البنت: هل
أخبرتي والدتك بهذه الجملة؟ أخبرتني لا، لم أخبرها، لأن أمي تقلق كثير فلم أخبرها. يعني شوفوا مدى التواصل الروحاني، مدى التواصل الروحاني اللي عند هذه البنت المباركة اللي تعتبر خير في هذا البيت، ولا أحد يعلم بذلك. وهي تقلق من الكلام لأنه تشوف طاقة قلق عند الجميع. فورا فحوصات نفسية، فورا أطباء، فورا عقاقير طبية، فورا نفحص إيش المشكلة. في أمور نستطيع أن نحللها ونفسرها عندما تكون طاقتنا مع القرآن الكريم أقوى. راح نكتشف أنه في أمور لها تفسير ولها وضوح، وأن ممكن الشخص اللي أنت قلقة عليه صحيا في البيت هو يعالجكم صحيا بالبيت. فأخبرت الوالدة عندكم مشاكل بالورث؟ قالت لي نعم، صار لها القضية 10 سنوات مشاكل بالورث. طيب قلت لها طيب اسمعي ابنتك، وأتمنى أن تكون علاقتك مع ابنتك ودية ودية دون القلق الكثير وطريقة الاستجواب. جميل أن الأم تكون قريبة من أبنائها في أمور كثيرة. الأبناء يتواصلون معي من أجلها لأنهم يخشون من ردات أفعال الأمهات. الأم رحمة بالبيت. الأم يجب أن تكون صديقة أبنائها، يجب أن تكون قريبة من أبنائها. مش كل شيء يفسر فورا أنه موضوع مقلق ويجب أن نذهب إلى المستشفيات. هناك أمور تحل بالهدوء، تحل لما نعقد طاقة ود مع الأبناء، نسمع لهم ونفهم إيش اللي جالس يحصل.